فيديو جديد النهاردة. هشارك معاكم قراءاتي في الأجازة، الكتب اللي أنا قرأتها في الأجازة لمدة 4 شهور تقريبا. أجازة خلاص مفضلش غير يومين بس، فقلت أما أشارك معاكم الحاجات اللي أنا قرأتها في الفترة اللي فاتت من أول ما أخدت الأجازة لحد النهاردة. طبعا هتتفاجئوا إن كميتهم قليلة جدا، يعني هما مش كتير، تقريبا 8 كتب بس انا هفهمكم هم قليلين ليه. لان انا كان عندي بلوك ناحيه القراءه في شهر كامل، ما كنتش حابه ان انا اقرا اي حاجه، وكان في حاجات كتيره كانت بتشغلني عن القراءه، اللي انا ابقى مثلا بعمل حاجات تانية، فبيتفضل وقت قليل جدا اللي انا اقرا فيه الكتب. دلوقتي هوريكم بقى الكتب. هنبدا كده من اول كتاب قراته، هو كتاب المنهج. كتاب بدأت بيه وهو كتاب المنهج، كتاب خارجي. الكتاب ده ما كنتش حباه في البداية خالص وانا بقرأه، ولكن هو في المواضيع بتاعته بيتكلم في حاجات كتيرة تخليك كده عمال تفكر، وايوه صح، وانا ازاي ما فكرتش في الحاجة دي قبل كده. حاجات يعني بتثير الجدل جوه دماغك، انك عايز تعرفها او انك بتفكر فيها. فبجد يعني الكتاب ده اكتر من رائع، اللي هو يتقرأ يعني. أنا ممكن أقيمه مثلا 8.5/10. الكتاب ده إصدار 2014، ففي حاجات كده يعني إحصائيات وحاجات كده مش هتكون صحيحة، لأن طبعا 2014 احنا دلوقتي 2023، فإحصائية بتكون زمان يعني مش زي دلوقتي. فده أول كتاب قرأته في الأجازة. الكتاب اللي بعده هو ما لا يمكن إصلاحه. دي مجموعة قصصية. للأمانة أنا ما كملتش الكتاب، ما استحملتوش بجد، حاسة ان انا متلخبطة ومش فاهمة ايه المطلوب، مش فاهمة اي حاجة، يعني بحاول اجمع الاحداث مش عارفة. فاستسلمت، يعني جيت لنص الكتاب ووقفته وما بقيتش عايزة ان انا اكمل بقية الكتاب. ممكن يعجب ناس تانية، يعني هديه 5/10، كتير يعني، كفاية قوي عليه. ممكن ناس تانية بتحب القصص، فهي بالنسبة لها الكتاب هيكون حلو وتقدر ان هي تكمله لان باب الليل دي رواية برضو، هي كانت جايالي هدية يعني مع اوردر كنت طالباه، ولكن محبتهاش الحقيقة. بحسها رواية ساذجة شوية، يعني مش اللي هي حاجة كده انها تتقرأ يعني. وبدايتها كانت سيئة جدا، هي البداية كانت مشوقة وبعد كده الموضوع قلب بسيء، فما كملتهاش برضو. فكانت يعني ايه، اديها مثلا 6/10. يعني اللي بيحب بقى الروايات اللي هي الغموض والحاجات الغريبة دي هيحب الرواية دي. فيتامينات نفسية. طبعا الكتاب ده أكتر من رائع، قرأته من الجلدة للجلدة، مسبتش فيه ولا كلمة واحدة. حرفيا الكتاب يستاهل 10/10، ولا غلطة في الكتاب. هو بالنسبة ليا، في ناس تانية ممكن تشوف ان هو بالنسبة لها يعني فيه أحسن من كده، بس أنا بالنسبة لي الكتاب ده 10/10. حلو جدا وخفيف كمان، يعني ما أخدش معايا يوم أصلا في القراءة. هو عبارة عن يعني بنتكلم عن حاجات كده، فيتامينات أو حاجات احنا بنمر بيها، فازاي نقدر ان احنا نتعايش معاها، او ازاي مثلا ان احنا يعني نتخطى الحاجات دي بسرعة. يعني مثلا هنا فيتامين اسمه التناسي والنسيان، ازاي نقدر ان احنا ننسى بسرعة او الحاجات اللي بتأذينا. ازاي يكون في عندنا فيتامين الحرية، اللي احنا يعني يكون في حرية شوية. بجد حلو جدا، لازم انكم تقرأوه. كتاب كيف تكون مؤثرا على السوشيال ميديا. طبعا يعني تحسوا ان هي حاجة كرنج جدا انكم تجيبوا كتاب علشان تعرفوا ازاي تكونوا مؤثرين على السوشيال ميديا، او ازاي انكم تعملوا محتوى على السوشيال ميديا. بس في الحقيقة الكتاب ده مفيد، بس مفيد في حالة واحدة بس، لو الشخص ده هو مش عارف هو عايز ايه بالظبط، او هو مش عارف هو ايه المحتوى اللي هو عايز يقدمه. فالكتاب ده هيفيد الشخص ده ان هو يحدد المحتوى اللي هو عايزه ويشتغل عليه وينجح فيه. الكتاب ده يعني اكتر كتاب انا حرفيا مسكت القلم فيه، عمالة اعمل خطوط واعمل هايلايتس على معلومات. فيعني حلو الكتاب، حلو، بس في نفس الوقت يعني ما تستنوش نتيجة فورية. لو انتوا قرأتوا الكتاب فتاني يوم الصبح هتلاقوا عندكم مليون فولورز والكلام ده مفيش. هو بالاجتهاد شوية هتلاقوا ان الكتاب ده جاب معاكم نتيجة. الكتاب اللي بعد كده لا بطعم الفلامينجو، ودي المرة التانية اللي اقرأ فيها الكتاب ده.
وطبعا قرأته للمرة التانية وكنت منبهرة برضو بكل كلامه وكل حاجة وكل المواضيع اللي في الكتاب. وعامة يعني اللي متابعني من زمان عارف ان انا بحب كل كتب دكتور محمد طه وبحب طريقة المواضيع اللي هو بيتكلم فيها. فبجد الكتاب ده عطيله للمرة التانية 10/10 في كل المواضيع وكل الحاجات اللي هو بيتكلم عنها. هتحسوا كده اللي هو بيشرح كل حاجة حرفيا انتوا بتفكروا فيها وكل حاجة على دماغكم وكل حاجة انتوا عايزين تعرفوه. الكتاب اللي بعد كده استراحة نفسية. الكتاب ده برضو قراءة التانية ليه. في كتب بحب أقرأها تاني لأن بحس إن هي يعني عايزة استرجع معلوماتها تاني، عايزة أطبق المعلومات اللي أنا قرأتها مرة تانية في حياتي. فعلشان كده برجع إن أنا أقرأ الكتب مرة تانية. وفي المرة التانية اللي قرأت فيها بدأت أتعلم على حاجات تانية جديدة أنا ما كنتش أخد بالي منها في المرة الأولانية. فإنكم تقرأوا الكتب مرة تانية دي حاجة مفيدة جدا، بس طبعا مش كل الكتب تستحق ان هي تتقرأ مرة تانية. بيبقى كتب معينة كده هي اللي تستاهل فعلا انها تتقرأ مرة واتنين وتلاتة ومليون مرة. الكتاب ده هديله 9/10. كان في حاجة كده بس كانت مضايقاني فيه يعني، بس مش فاكرة حاليا هي كانت ايه، بس هو 9/10 يعني. آخر كتاب قرأته وهو كتاب لكنود. الكتاب ده رائع رائع رائع، يعني لو فضلت أقول عليه إن هو رائع من هنا لحد الأجازة الجاية مش هيكفي حرفيا. اللي هو من كتر ما هو الكتاب ده بجد رائع ويستحق القراءة مليون مرة. كمية الحاجات المواعظ اللي جوه الكتاب هتخلينا اللي احنا نقول ايه ده، احنا ما كناش عايشين بجد، احنا ليه بنعمل في حياتنا كده. الكتاب ده علمني حاجات كتيرة جدا، علمني ان انا احمد ربنا على كل حاجة حواليا مهما كانت الحاجة اللي انا حاسة بيها، فانا كده كويسة، في ناس اسوأ مني بكتير. علمني مواقف كتيرة جدا وعلمني حاجات كتيرة جدا في حياتي. فالكتاب ده مش هتكون القراءة الأخيرة إن شاء الله، هقرأه مرة تانية. وبرضه يعني حلو جدا. هتلاقوني منزلة ليه اقتباسات كتيرة جدا على الانستجرام، فلو حابين انكم تشوفوا هتلاقوا اقتباسات هناك. هشارك معاكم اخر كتاب هو انا لسه مقرأتوش، انا هقرأ الكتاب ده في اخر يومين في الاجازة. هو هي رواية دكتور احمد خالد توفيق. انا قرأت قبل كده غرفة 207، شفت المسلسل. عايزة اجرب ان انا اقرأ حاجة تانية، اشوف كده الدنيا عاملة ازاي، التفكير عامل ازاي والحاجات دي. فده هيكون الحاجة الأخيرة اللي أنا هقرأها قبل ما الدراسة تبدأ. عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدا، إن أنا طول فترة الدراسة بكون في قراءة أكتر، يعني بقرأ أكتر ما بقرأ في الأجازة. هتسألوني إزاي يعني بيبقى في مذاكرة بيبقى في حاجات، أقول لكم معرفش الحقيقة. لأن طبعا في الدراسة بيكون في وقت فاضي كتير، مثلا من المحاضرات بيكون في وقت بتاع المواصلات الصبح، مواصلات وأنا مروحة، فالوقت ده بحب ان انا استغله في القراءة. انما في الاجازة بنحس ان احنا في مماطلة وفي اللي هو مش عايزة اعمل حاجة، مش عايزة اقرأ، مش عايزة يعني طول الوقت بيبقى فاضي، اللي هو في مماطلة وتسويف وبس. بس كده اشوفكم بقى السنة الجاية، او يعني بعد ما الاجازة ترجع تاني اشوفكم بقى واقول لكم القراءات اللي انا قرأتها طول فترة الدراسة. وطبعا يعني عايزة افكركم ان انا دي آخر سنة ليا في الكلية، فالكتب اللي أنا هقرأها هتكون يعني كتب محظوظة إن هي اتقرأت معايا في آخر سنة في حياتي الدراسية. وبس كده، هو ده فيديو النهاردة، بتمنى يكون عجبكم. وده الانستجرام، متنسوش تعملوا فولو، بنزل هناك فيديوز كتيرة ودايما بكون موجودة هناك. وبس كده، اشوفكم فيديو على خير، كلوا بخير، اللقاء.